اهلا بيكم في حلقه جديده يا شباب. النهارده اخيرا رجعنا لكورس ديجيتال ديزاين الليكتشر التاسعه، والنهارده هنتكلم عن واحده من اهم ادوات الديجيتال سيركتس وهي المالتيبلكسرز. طيب اول حاجه بس احب اقول لكم ان الكورس كله موجود على القناه، هتلاقوه في الديسكريبشن، خشوا شوفوه ولازم تكونوا شايفينه عشان تفهموا المالتيبلكسر النهارده وتفهموا بقيه الكورس كله، وهو كله تسلسله بيبني على بعضه يعني، فمهم جدا انك تشوفوا كله، فهتلاقيه تحت في الديسكريبشن. وعلى طول يلا بينا نبدا من غير ما نطول كلام كتير. طيب سو فار احنا بنتكلم عن ايه او شفنا ايه في الحلقات اللي فاتت؟ يعني ثانيه اجيب لكم الليزر. اول حاجه اتكلمنا عن انتروداكشن عن البرانش اللي اسمه ديجيتال ديزاين او ديجيتال لوجيك ديزاين على حسب بتسموه ايه، وبعدها اتكلمنا عن اللوجيك جيتس، وبعدها اتكلمنا عن التروث تيبل، واتكلمنا عن البوليان الجبرا، واتكلمنا عن تو فورمز ازاي ممكن نمثل الفانكشن بي او اس واس او بي، لوجيك مينيمايزيشن في الكي مابس اللي هي الماب اللي ممكن نمينيمايز بيها السيركت، واتكلمنا عن اخر حاجه هي الدونكر تيرمز وازاي ممكن تساعدنا في الكي مابس. فمهم جدا تشوفوا الحاجات دي قبل ما تخشوا على فيديو النهارده، وخلونا النهارده نبدا ونشوف الكونتنت بتاعنا عندنا ايه. النهارده هنتكلم عن ايه؟ النهارده هنتكلم عن واحده من الكومباينيشنال امبورتنت بيلدينج يونتس. ده اللي انا كاتبه هنا. ده معناه ايه بقى؟ يعني ايه كومباينيشنال امبورتنت بيلدينج يونتس؟ اول حاجه خلونا نفهم ايه اصلا يعني ايه كومباينيشنال سيركت ويعني ايه سيكوينشال سيركت. طيب في الديجيتال لوجيك سيركتس في تو تايبس، واحده اسمها كومباينيشنال سيركت والتانيه اسمها سيكوينشال سيركت. الكومباينيشنال سيركت ده باختصار سيركت الاوتبوت بتاعها معتمد بشكل بيور على الحاله الحاليه للانبوتس. يعني مثلا عشان يكون الكلام واضح، يعني مثلا دلوقتي لو انا عندي جيت بالشكل ده، طبعا رسمي مش احسن حاجه يعني، وعنده تو انبوتس، الاوتبوت بتاعنا اللي هو طالع هنا ده بيتحدد بشكل بيورلي في حاله الانبوتس دي الحاليه. يعني مثلا دلوقتي لو الانبوت الاول ب1 والانبوت الثاني بزيرو، الاوتبوت هنا هيبقى كام؟ هيبقى زيرو، لان الحاله الحاليه بتاعت الانبوتس هي 1 و0. ده الكومباينيشنال سيركت. هناخد قدام بقى سيكوينشال سيركت، وهنفهم ان هي كمان بتعتمد على الباست ستيتس. يعني مثلا الاوتبوت هنا مش هيكون ليه علاقه بس بالكرنت ستيت، لا كمان هيركز الانبوت ده كان زمان شكله عامل ازاي، وده ازاي هيأثر على الاوتبوت هنشوفه قدام. لكن ده الفرق بينهم دلوقتي. النهارده هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم عن الكومباينيشنال سيركتس، وواحد من البيلدينج يونتس الاساسيه بتاعتهم اللي هو اسمه ايه؟ المالتيبلكسر. يبقى تاني احنا عندنا ديجيتال لوجيك ديزاين، ده الفرع الكبير جدا متقسم نوعين من السيركتس، واحد اسمه الكومباينيشنال سيركتس، التاني اسمه سيكوينشال سيركتس. الكومباينيشنال سيركتس ليها بيلدينج يونتس او ليها وحدات بناء او حاجات اساسيه جدا بنستخدمها في اغلب السيركتس وبتفيدنا جدا. واحد منهم اسمه المالتيبلكسر. تمام؟ دي انواع البلوكس اللي احنا بنستخدمها في الكومباينيشنال سيركتس، اللي هي يعتبروا الفاندامنتال بيلدينج بلوكس. زي ايه؟ اللوجيك جيتس طبعا، الديكودرز والانكودرز والادرز والسبتراكتورز والكومباريتورز. الكلام ده كله هنتكلم عنه قدام، لكن النهارده هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم عن المالتيبلكسر اللي هو اخر حاجه رقم 7، وبعدها هنتكلم عن كل الباقي ده. طبعا اتكلمنا عن اللوجيك جيتس، هنتكلم بقى عن الديكودرز والانكودرز والادرز والسبتراكتورز والكومباريتورز وكل الكلام ده. فالنهارده موضوعنا عن المالتيبلكسر اللي هو واحد من البيلدينج يونتس بتاعت الديجيتال سيركتس الكومباينيشنال بالتحديد. طيب ايه هو بقى المالتيبلكسر؟ اخيرا هنوصل لبوينت ايه هو المالتيبلكسر. المالتيبلكسر هو عباره عن سيركت، كل اليونتس دي اصلا اللي فاتت دي كلها عباره عن سيركت صغيره مبنيه من اللوجيك جيتس. طيب السيركت دي ايه المميز فيها؟ ان هي بيبقى عندها انبوتس واوتبوت واحد وسام سelection لاين. خلوني اوضح لكم البوينت دي اكتر. ده شكل المالتيبلكسر، دي الطريقه اللي بترسموا بيها بالشكل ده اللي انتم شايفينه ده. دول الانبوتس A و B، وده اسمه selection لاين وده اسمه الاوتبوت. لازم ناخد بالنا جدا ان المالتيبلكسر واحد ليه واحد اوتبوت بس، دي حاجه اساسيه في اي مالتيبلكسر. طب هل ليه اكتر من انبوت؟ طبعا ممكن يكون ليه اكتر من انبوت، وكلهم بيكونوا باورز بتاعت ال2 من غير ما نبدا من زيرو، يعني 2 باور 1 2 باور 2 2 باور 3 2 باور 4 وهكذا. ممكن نلاقي مالتيبلكسر عنده 2 انبوتس اللي هو 2 باور 1، ممكن مالتيبلكسر تاني عنده 4 انبوتس اللي هو 2 باور 2، مالتيبلكسر كمان عنده 8 انبوتس اللي هو 2 باور 3 وهكذا. ممكن يكون 16 انبوتس، كل الكلام ده عادي، اهم حاجه يكون اوتبوت واحد بس. طيب ايه بقى السلكشن ده؟ السلكشن ده هو اللي بيحدد ايه اللي بيخش الاوتبوت ده. فالسلكشن ده في حاله ال 2 باي 1 مالتيبلكسر ده البيسك مالتيبلكسر، او ده اصغر مالتيبلكسر ممكن يكون عندنا اللي هو 2 باي 1 2 انبوتس و1 اوتبوت. السلكشن لاين بتاعه بيكون عباره عن بيت واحده، البيت دي ليها 2 فاليوز 0 و1، احنا عارفين كده. اي انبوت عندنا ممكن ياخد 0 و 1، فالسلكشن لاين برضه بيكون بيت واحده 0 او 1، مناسب جدا لفكره ان احنا عندنا 2 انبوتس بس. لو 0، لو السلكشن ده بزيرو هيختار الاي هو اللي هيخش الاوتبوت. لو السلكشن ده ب1، البي هو اللي هيخش الاوتبوت. فالسلكشن هو بيسلكت انهو انبوت هيخش الاوتبوت ده، او بيسلكت الاوتبوت بتاع المالتيبلكسر ده هياخد انهو فاليو. طب هل السلكشن لاين ده لازم يكون سلكشن لاين واحد؟ الاجابه لا، ممكن يكون اي عدد من السلكشن لاينز، لكن بيكون مناسب جدا ان هو يختار
الانبوتس كلهم او يكفر الانبوتس كلهم. يعني مثلا لو انا عندي مالتبلكسر فيه 4 انبوتس مش هينفع يكون عندي سelection لاين واحد، لان هو ليه حالتين بس 0 و 1. هيختار على اي اساس مين هيخش للمالتبلكسر؟ لان انا عندي 4 different options، فلازم 4 different options للسelection لاين. طيب خلونا بقى نخش شويه جوه المالتبلكسر نفسه ونشوف ازاي بيتعامل اللوجيك جيتس. احنا متفقين ان اللوجيك جيتس هي الفاندامنتال بيلدينج يونت، ودي اصغر حاجه ممكن توصل لها او اصغر ليفل ممكن نوصل له في الديجيتال لوجيك ديزاين، او على الاقل في الكورس ده. غير كده طبعا احنا ممكن نخش اكتر ونشوف الترانزستورز وكل الكلام ده، لكن دلوقتي احنا بس هنركز على اللوجيك جيتس. فلو بصينا على 2 باي 1 مالتبلكسر، الصوره دي هي بالظبط الصوره اللي فاتت، هي بالظبط الصوره دي، لكن الصوره دي بس عباره عن ايه؟ عباره عن بوكس كده، مش باين قوي اللي جواه ومش باين ايه المحتويات بتاعته، وباين بس الانبوتس والاوتبوتس وسelection. لكن هنا بقى بنبص نعمل زوم ان ونشوف ايه اللي موجود جوه. اوكي، ففي الحالتين هو 2 باي 1 مالتبلكسر. فهنا انا عندي الانبوت الاول برضو وده الانبوت الثاني داخلين عادي، وده سelection لاين بتاعنا. بس في مالتبلكسر هو عباره عن السيركت دي 2 اند جيتس وواحد اور جيت وفي واحد نوت هنا في السelection. طيب ليه الكلام ده؟ عشان السelection بتاعنا دلوقتي لو حالته زيرو محتاجينه يختار الانبوت الاول، صح؟ احنا متفقين على كده، لو زيرو يخش الانبوت الاول. طيب ليتس سي دلوقتي السلكشن ده بزيرو فهيخش زيرو هنا، فكده كده الاند جيت ده الفاليو بتاعته تبقى زيرو، ونيجي هنا سلكشن بكام؟ ب1، والانبوت اللي جاي له ايه؟ اي زيرو. واحنا متفقين ان الاندنج مع ال1 هو نفس الانبوت، فبيجي هنا برضو يبقى الاوتبوت اي زيرو بتاع الاند جيت ده. بس فبنيجي عند الاور جيت عندي اي زيرو وعندي زيرو، الزيرو ده بيبقى اجنورد وبيخش لي الاي زيرو. طيب لو العكس، لو سelection لاين ده ب1 هتيجي عند الانفرتر ده تبقى بزيرو، فاللي مش هيخش اي حاجه هنا غير زيرو، والناحيه الثانيه ده هيكون ب1، الاي 1 هو اللي هيعدي. بس لو هو العكس بتاع الكيس اللي احنا قلناه فوق، يعني اي 1 وفي الاخر هيكون برضو اي 1. بس فهو ده بالظبط اللي بيحصل جوه الماكس او 2 باي 1 ماكس. الماكس ده اختصار للمالتبلكسر يعني. بس ده لو عملنا له زوم جوه وبصينا على اللوجيك جيتس. احنا قلنا المالتبلكسر ممكن يكون اي نمبر اوف انبوتس، بس ايه الباورز اوف 2 ويكون اوتبوت واحد. ده ال 4 باي 1 مالتبلكسر برضه 4 انبوتس، 4 باي 1 معناها 4 انبوتس، وباي 1 ده ال1 دايما يكون الاوتبوت. ودلوقتي هيكون عندنا ايه 2 سelection لاينز علشان يكفروا النمبر ده من الانبوتس. تعالوا نبص برضو اكتر على ازاي ممكن نعمل ال 4 باي 1 ماكس using 2 باي 1 ماكس. باختصار بحط الانبوتس بتوعي عادي جدا وبدخلهم في 2 باي 1 ماكس. يعني هنا ده انبوت ده 2 باي 1 ماكس، 2 باي 1 ماكس، 2 باي 1 ماكس، وادخل له الانبوتس بتاعته عادي جدا. بس وبرده سelection لاين بتكون متقسمه بالشكل ده بقى، وركزوا فيها في الحته دي. بيبقى عندي اول سelection لاين موجود هنا عند اللاير الاولى من المالتبلكسرز اللي داخل فيها الانبوتس، بيكون السلكشن لاين الاول. فكروا معايا كده دلوقتي، لو انا قلت السلكشن لاين ده دلوقتي بزيرو هيختار لي من هنا ايه؟ اي زيرو، فاي زيرو هو اللي هيعدي هنا، ويختار لي ايه من تحت؟ يختار لي الاي 2، اي 2 هو اللي هيعدي هنا. جميل. لو السلكشن دلوقتي اس 1 ده بقى بزيرو هيختار لي ايه؟ اي زيرو. فمعنى كده ان في حاله الزيرو والزيرو هيختار لي اي زيرو. جميل. انا كاني برسم دلوقتي التروث تيبل بتاعهم. لو قلنا السلكشن زيرو دلوقتي برضو زيرو، فجالي هنا اي زيرو وهنا جالي اي 2، ولكن دلوقتي اس 1 بقى ب1. ف1 انا دلوقتي عندي 2 باي 1 ماكس داخل له اي 0 واي 2. لو ده ب1 هيختار ايه؟ هيختار الانبوت اللي تحت ده، فهيبقى اي 2. ففي حاله الزيرو وال1 هيبقى اي 2. طبعا انا بكتب ايه؟ بكتب اس 1 واس 2 بس. ونفس الكيسز يعني لغايه ما نوصل للاي 3 والاي 1 2. هنلاقي ان الاي 3 اللي هو الانبوت الرابع هيبقى عباره عن الريبريزنتيشن بتاع ال 3 اللي هو 1 1، وفي حاله الاي 1 هتبقى عباره عن 1 0. بس كده. هو باختصار يعني انت بترسم اول حاجه تحط الانبوتس تدخلها في 2 باي 1 ماكسس، وتدخل اول سelection لاين عليه، وبعدها اللاير الثانيه بتدخل تاني سelection لاين عليه، وهكذا. تعالوا ناخد مثال على ال 8 باي 1 ماكس. ماكس اكبر شويه فيه 8 انبوتس، المفروض يكون فيه 3 سelection لاين. الرسمه دي مش دقيقه جدا، لان المفروض تحت يكون فيه selection لاين 2. اعرف من عدد selection لاينز هو عباره عن الرقم ده log 2. لان انا دلوقتي عندي 8 انبوتس، log 8 بيس 2 هتبقى 3، فانا عارف ان عندي 3 selection لاينز محتاجهم. بس حتى وانا هنا في الرسمه مظبطها بعد كده، باجي برضو عند اول لاير ادخل الانبوتس بتاعتي عادي جدا بس 2 باي 1 ماكسس، وادخل لهم السelection لاين الاول هو selection 0، وبعدها اللاير الثانيه بطلع الاوتبوت من المالتبلكسرز وبدخلهم في المالتبلكسر اللي بعده 2 باي 1، وبحط selection لاين الثاني اللي هو selection 1، وبعدها اخر حاجه عن selection لاين 2. بس اتمنى تكونوا فهمتوا الفكره، وده البيسك ايديا بتاعت المالتبلكسر. والحلقه اللي جايه هنكمل كلام عن المالتبلكسر، الابلكيشنز بتاعته وممكن يعمل ايه، وفعلا هنشوف قد ايه هو باورفول تول
وقوي جدا جدا في الكومباينيشنال سيركتس. بس شكرا جدا ليكم للمشاهده، ما تنسوش باللايك والسبسكرايب والكومنت والشير. ولو عجبكم الفيديو ده وشايفين ان هو مفيد، يا ريت تدعموني وتشيروا الفيديو ده مع اصحابكم علشان يستفيدوا هم كمان، وقولوا لي عايزين ايه يتعدل في الشرح اكتر. بس شكرا جدا ليكم، مع السلامه.